السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة والشعب المصري بخير وسلامة، ويا رب يفك الغمة ويزيح الغمة على الشعب المصري يا رب العالمين. وكل سنة وجماهير النادي الأهلي بخير وسلامة، وكل سنة وجماهير الكرة المصرية بخير وسلامة يا رب العالمين. مباراة الأهلي بكرة مع الترجي. دلوقتي الترجي بقى قدام يسترب ووليد وعادل مصطفى وسيد عبد الحفيظ، والكلام ده مش هنضحك على بعض. الناس دي كلها قاعدة مع بعض وبيشوفوا ايه الصح اللي هيتعمل. بقى الكتاب مفتوح وعرفنا مواطن الضعف ومواطن القوة في الترجي. والترجي احنا كان في المتناول اللي احنا نفوز عليه هناك. بس في حاجة، انت عندك مصطفى شوبير في الشوط الاولاني شايل جونين، لو دخلوا محدش هيقول له دول دخلوا ازاي. الكرة الواد اللي اسمه طجاي، الواد اللي اسمه دينهو، خد الكرة في ظهر ياسر ولعبها، ومصطفى كان فارد رجله زي زي حراس المرمى بتوع كرة اليد. والكرة التانية اللي اتلعبت بالعرض ودينهو حطها، سبق ياسر ابراهيم وبرضه مصطفى ربنا كرمه وطلع. المهم المقصود، احنا عرفنا ان الواد طجاي والجلاصي الاتنين عندهم عيب برضه، ان هم ما بيعرفوش يطلعوا بالكوره. هم مدافعين جامدين، وفي ضربات الراس جامدين، وفي الالتحامات جامدين، بس عندهم برضه مشكله انك ما تقدرش تطلع بالكوره. والمباراه اللي فاتت كان في ضغط على الخصم، بس ضغط ما كملش. ازاي؟ احنا كنا بنضغط بالطرفين، كان امام بيروح يضغط تتلعب في ظهره للواد اللي اسمه ديارة، لا للواد اللي اسمه كيتا اللي بيلعب ظهير ايمن، كان بيلعب في صن داونز قبل كده. وكان بينزل الواد اللي اسمه اوف دلو، ده كان بيلحقهم، الواد الافريقي نمره 14 ده، الواد الاسمراني مش عارف نمره 14 ولا نمره كام. واد مش ممكن نص ملعب زي ما الكتاب بيقول. ده اللعيب صح، مش تقول لي ديانج. لعيب بيستلم وبيرقص وبيلعب كور بالمقاس، كور اللي بتلعب في ظهر المدافعين كلها من اللعيب ده، وبيزيد وبيرجع يدافع ورا. لعيب بيعرف يجيبوا لعيبه. مشكله كلها في اللعيب اللي اسمه اوف دلو ده، والواد اللي اسمه دينهو اللي جايبينه من الدوري الدنماركي، الواد الفرنسي ده راس حربه وبيتطرف على الطرفين. مش ممكن يعني. بيروح في ظهر هاني وبيروح يمة اليمين ورا بالعمري، وفي كرة خد ياسر وراه في اول 10 دقائق، وربنا ستر على مصطفى شوبير وقدر يصدها زي ما انا قلت لكم، زي حراس المرمى بتوع كرة اليد. الحل ايه؟ الحل ان احنا نلعب، احنا ما عندناش راس حربه، لا بس هنلعب باتنين راس حربه. ازاي؟ هنلعب اربعه ورا وقدامهم واحد ياخدوا الكرة من الاثنين تنابله لورا. ده هتبقى حاجات بسيطه، وهيكمل دوره بعد كده في نص الملعب، مش هيبقى طول المباراه واقف قدام الاربعه. في الكور بس اللي مش عارفين يطلعوا منها هيسقط بس ياخدها منهم. يعني بنلعب ب 4-4-2، مقصود كلامي 4-4-2. نلعب اتنين راس حربه، والاتنين بتوع الاطراف هيبقوا في الاربعه بتوع نص الملعب. بس ساعه ما نطلع بهجمه، مهاجم منظمه عايزين نطلع بقى، هيعملوا دورهم على الطرفين. زيزو ومعاه يمة الشمال بن شرقي او حسين الشحات، ونستغل تريزيجيه يلعب راس حربه وجنب منه يا بن شرقي يا حسين الشحات، يعني واحد من الاثنين، حسين وبن شرقي هيلعب طرف شمال. هوضحها لكم دلوقتي. بن شرقي هيلعب طرف شمال، وزيزو هيلعب طرف يمين. وعندك الواد اللي اسمه امام ياخد تعليمات ان انت ما تروحش يمة الشمال طول المباراه، تروح يمة الشمال اما يجي بن شرقي يطلب منك ان يديك الون وياخد منك التوه، دي يبقى دورك بس. لكن انت تبقى واقف على ال 18، الكور اللي بتيجي على ال 18 ما بتلاقيش حد، وتقف توزع كور شمال ويمين، وسيبك بقى من اللعب اللي مفيش جمهور علشان تاخد اللقطه. الناس هتتفرج عليك على شاشاته في التلفزيون. يبقى دورك قدام ديانج ومروان عطيه، ده امام، ويتحرك ويتنبه عليه. لو عملت غير كده ينزل محمد علي بن رمضان يلعب الدور ده. والوقت تريزيجيه وهو وحسين يلعبوا الاثنين راس حربه، واحد قدام وواحد وراه،
في ال 18 ما يخرجوش من ال 18، وهما الاثنين يضغطوا على طلغاي والجلاصي. لو الاثنين ضغطوا عليه هياخدوا دور اللي هما الاطراف اللي كانت بتضغط عليه، فالتانيين هيجي يطلعوا بالكوره لورا، اللي يطلع بالكوره لقدام هيجي الواد اوف ذا لود عشان ينزل يستلم منهم. يبقى ده دور امام ودور زيزو ودور بن شرقي. يبقى احنا بنضغط بخمسه على خط الدفاع، او نضغط باربعه وامام يبقى مع الواد اللي اسمه اوف ذا لود اللي بيلعب في نص الملعب، يعني يعني يداري عنه ما يخليهوش يروح يستلم منهم، او يديله مساحه ان تتلعب الكوره ويروح ياخدها. ولو استلم الكوره في ظهرك هتعمل معاه فاول وهتاخد انذار. ده كده. وعندك محمد هاني ما يطلعش نص الملعب، والواد اللي اسمه بالعمري يا ريت يكون حد بيفهم، وفي ناس كتير بتفهم. وليد صلاح الدين دماغك كلها كابتن، دماغك كلها كوره. انت ما بالعمري يحاول يطلع عشان هو الوحيد اللي بيعمل اوفرات، هو الوحيد اللي بيعمل اوفرات. يبقى لو قدام منه بن شرقي او حسين، اي واحد فيهم هيلعب طرف شمال، ياخد اللي معاه ويخش بيه لعمق الملعب. اما تاخده وتخش بيه لعمق الملعب، الحته بتاعت الطرف الشمال دي كلها هتبقى فاضيه، ويروح لثلاث ارباع الملعب او ويبدا يعمل الاوفرات. يعني انت لو عملت اوفر والواد زيزو الواد تريزيجيه بيلطشها بالدماغ وبيلعب حلو بالدماغ، لو طغاي سبقه وهيبقى زيزو مشترك معاه، الكرة مش هتطلع بالقوة، الكرة هتبقى كل همه انه يبعدها عن تريزيجيه، الكرة هتطب على ال 18. يبقى ده دور امام، وانت بتشوط برجليك الاثنين يا امام، بس تحط وش رجلك صح برباط الجزمة. مجدي عبد الغني كان بيعملها 10 على 10، بس كان مجدي عبد الغني كان محمود الجوهري، وكانت كانوا يعني بيقولوا له تعمل كذا وتعمل كذا، كان بيلعب الدور الدفاعي وكان بيلعب الدور الهجومي. الدور الهجومي بتاعه كان هو بس ان يزيد مع اي كورنيه يطلع يلعب بالدماغ، او الكره تجيله بره ال 18 ويحط فيها وش رجله وتروح تزغرط في الشبكه. يبقى ده دور امام اما الواد تريزيجيه يشترك مع طغاي او الجلاصي. والله العظيم ثلاثه هنضغط بخمسه لعيبه على دفاع الترجي. وعندك الواد تريزيجيه ده بيلعب الضغط زي ما كان وسام ابو علي بيعمل الضغط، بيضغط على المدافعين زي وسام ابو علي، ما يقلش سرعه عن وسام ابو علي. وكلكم شايفين تريزيجيه يعني اكتر واحد بيلعب بقلب. وهاني ما يطلعش بره، ما يعديش نص الملعب. انت كده كده يا هاني ما تطلع، حتى لو وصلت لحد الكورنر بترفع الكوره قد كده، قد عقله الصباع، يا تيجي في ظهر المدافع وتطلع بره. يبقى بجميله يا عم الحاج، وريح خليك ورا للكوره اللي بيلعبها الواد اللي اسمه دياره، اللي الكوره بتلعب في ظهر محمد هاني، والواد دياره بياخدها زي الطلق. خد كوره قبل كده ولعبها بالعرض، والواد دينهو راح حاطط فيها سن الجزمه قبل ياسر. هي دي لعبتهم اللي بيلعبوها. دينهو بياخد ورا الظهير الايمن محمد هاني، وبيلعب ورا ظهر الواد بالعمري، وكرتين انتوا كلكم شفتوه. احنا نخنق عليهم انهم يطلعوا بالكوره، واحنا الفرصه اللي تيجي مفيش فيها دلع. انت مش واثق انك توصل بطوله افريقيا اللي جايه، وانت لو خدت بطوله افريقيا او عديت للدور الثاني بالذات، والناس كلها تقول لك صن داونز، لا انا صن داونز. الهلال السوداني اتعادل مع صن داونز 2-2 في صن داونز، وراح اتغلب في ارض محايده في رواندا. يعني صن داونز مش اللي هو صن داونز. وبعدين المدرب بتاعهم مش قد كده، الواد اللي كان ماسك الترجي قبل كده من سنتين الاهلي غلبهم هنا. الاهلي لو عدى باذن الله بكره هيبقى مرشح انه يوصل للنهائي باذن الله، هيبقى باذن الله مرشح ان يوصل للنهائي، وهتديك دفعه في بقيه المباريات اللي فاضله لك. وباذن الله بالتوفيق للنادي الاهلي. وكويس ان ما فيش جماهير، عشان امام ما ياخدش اللقطه للجماهير ويعمل لي بدماغه وده ياخد اللقطه، واللعيب اللي يأثر يطلع على طول لو من نص الشوط الاولاني. وباذن الله تعالى، باذنك يا رب، الفوز للنادي الاهلي والصعود للدور النص النهائي يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.